السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله جايين كده بروتين قوي ان شاء الله. بإذن الله هنقلب المطبخ قلبة معتبرة، هنجيب عليه وطي زي ما بيقولوا. بس يلا قبل ما نبدأ نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجني من حولي وقوتي وأدخلني في حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. دايما كده لما يبقى عندنا حاجة كده عايزين كده نستعين بالله، نقول الدعاء ده وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا والحاجة تبقى سهلة علينا وتخلص بسرعة بأمر الله. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي حطيلي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها فضلا وليس أمرا عشان عيلتنا تكبر وتكون أكبر عيلة، عيلة أهل الكرم والجود. النهاردة بإذن الله زي ما انتوا شايفين كده خلاص يعني مفيش وقت. لازم بقى نتحرك بقى ونسرع شوية. انا حابه اشكر اخواتي اللي بيسالوا عليا، الف شكر، ربنا يا رب يخليكم ويبارك لي فيكم يا رب. انا كويسه الحمد لله رب العالمين، بس يعني يعني زي ما تقولوا كده اللي هو قلة التفاعل برضو مخليه عند الواحد إحباط، بس عادي الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نرجع ونبقى أحسن وأحسن، ومش هيهمنا أي حاجة بإذن الله. اللي رايد لنا بربنا هو اللي هيكون بإذن الله. مبدئيا عندي الادراج زي ما انتوا شايفين، عندي شويه ادراج حلوين كتار، وكل درج ما سايباش درج اللي ما عامله فيه مستغلاه في حاجه. درج حاطه فيه اكياس، درج حاطه فيه التوابل اللي بستخدمها، درج حاطه فيه اللي هو التوابل اللي هي عايزه تطحن زي الفلفل الاسود زي والكمون والحصى، يعني الحاجات اللي هي مش مطحونه باخد. ولما واملى التوابل اللي هم علب التوابل، ولما احتاج باخد من الاكياس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، في الصيف اغلبيه الحاجات دي بحطها في درج التلاجة. يعني في الصيف اغلبيه الحاجات دي بحطها في التلاجة زي بهارات الكلام ده كله. لكن اللي هو في الشتاء الجو حلو زي الفل خلاص بحطها في الدرج. ودرج برضو بحط فيه الاكياس، ما بستغناش عن الاكياس. ان كنت تجيبي عيش اي حاجه برضو بتحتاجي للكيس، يعني مش بتحتاجي له. وزي ما انتوا شايفين بعد ما كنت هرميهم قلت لا، طب ما انا اوقات كتيره بعمل كده، ان هو ارمي الاكياس واقول مالين الدرج زيطين الدنيا مش عارفه ايه. بس بعد كده بصراحه برجع اتندم ان هو ايه، لا ده انا بحتاج لهم. كنت اجيب عيش ولا حاجه فبرجع بصراحه اتندم. فلا، طبقتهم وحطيتهم كلهم في كيس واحد وما خدوش حاجه. وكده كده الدرج ده انا مخصصه للاكياس، يعني شنط بقى اي حاجه، اللي هو الاكياس اللي هي الشنط بتاعه الهدوم والكلام ده كله بخليها. وهنا عندي بقية الادراج نضفتها كلها وكبيت الحاجات اللي فيها، ان كان شوية كمون، شوية سمسم، شوية كزبرة، ورق اللورو زي ما انتوا شايفين. شوية الورق اللورو لا مش هرميهم، هلمهم وهولع فيهم علشان خاطر ايه، بيقولوا ان هو يعني ايه بيحوش الطاقة السلبية او بيمشي الطاقة، بيطرد الطاقة السلبية وكده اهو. لكن اللي هو باقي الحاجات هحطها للطيور بقى، ما هي الطيور لازم يبقى لها نصيب في كل حاجة. الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يصلح حالنا ويغفر لنا ويسترنا، يسترنا بستره الجميل يا رب. ويصلح حالي وحالكم ويبارك لنا في ذريتنا ويجعلهم ذرية صالحة وبارين بينا، اللهم آمين يا رب العالمين. بص بقى، بعد ما فضيت الادراج كلها حان الوقت بقى ان هما ايه نلمعهم. الازازة دي فيها خل ومية بس، ما تحطوش الخل والكرول على بعض يا بنات، والله العظيم بيطلع مادة سامة وبتخنق. عايزة اقول لكم ان انا سبب تعبي والله وصدري اللي دايما تعبني الخل والكلور. كنت اروح احط الاتنين على بعض واحط مية سخنة واروح مثلا ايه خصوصا لو مكان ضيق بقى، كنت ادخل انا كنت بدخل في العشش بتاعتي. عندي عشة مثلا كان فيها طيور وخلاص ذبحت الطيور وعايزة اطهرها علشان خاطر لما اجيب حاجة تانية كنت انضف العشة. وطبعا العشة يعني صغيرة، وادخل فيها واقفل على نفسي وافضل بقى اغسل في الحيطان ومش عارفة ايه. كنت اطلع خلاص مش قادرة اقسم بالله، كان صدري بيبقى الرئتين اتقفلوا على بعض كده اهو. وكنت ببقى خلاص مش حاسة بحاجة وتعبانة، وكنت بقى افضل تعبانة واروح للدكاترة وحقن بقى والحاجات دي كلها. فعلى ايه يعني انا ما كنتش اعرف بصراحة، بس من وقت ما عرفت خلاص. بس يعني عرفت بعد ما فات الأوان. فأنا نصيحة مني ليكم، ربنا يا رب يديكم الصحة والعافية يا رب ويبعد عنكم أي سوء وأي مكروه يا رب. ما حاولوا إن انتوا لو واحدة من اخواتي اللي بيسمعوني بتحط كلور وخل على بعض، ما تحطيش كلور وخل على بعضهم، بيطلعوا مادة سامة والمادة السامة دي بتخنق. فربنا يا رب يحفظكم، هو يا كلور يا خل
والله هو الخل حلو ومعقم وزي الفل. خلاص على كده نضفت الادراج زي ما انتوا شايفين، وهحط لهم بقى الاوكر. بصوا هنا الادراج دول في درجين، مش عارفه بس هو من زمان يعني مش الايام دي. الحمد لله رب العالمين المطبخ بتاعي له دلوقتي 11 سنة الحمد لله زي الفل، والخشب بتاعه زي ما انتوا شايفين زي ما يكون جديد لسه معمول. الحفاظ على الحاجة حلوة. وزمان لو كنا بنقول ايه الحاجة اما تبوظ نغيرها، دلوقتي يعني صعب، هو مفيش حاجة بعيدة على ربنا، بس ايه صعب ان احنا نغير حاجة. وبعدين يا ست حتى لو هنغير الحاجة يعني حتى لما تديها لحد مثلا يدعي لك ويقول ان انت عطيتيه حاجة كويسة، مش عطيتيه حاجة مكسرة ولا وحشة ولا الكلام ده كله، لا يعني حتى لو انت هتغيري وعندك وفي مقدرتك ان انت تغيري تمام، ربنا يصلح لك الحال ويزيدك يا رب ويعطيكي يعني من واسع فضله. بس برضو يعني الحاجة في ايدنا ان احنا نحافظ عليها، خلاص هنحافظ على حاجتنا وزي الفل. أراد لنا ربنا ان احنا نغير برضو الحاجة اللي عندنا اللي كانت عندنا في الاول لو مش لازمانة نديها الحد اللي هياخدها من بعدنا، يعني ايه يحس ان هو الحمد لله الحاجة حلوة برضو ويبقى فرحان بيها، وان هو برضو هينوبك دعوة يعني هيدعي لك ان انتي ربنا يا رب يخليك، ربنا يبارك لك، حاجتك نظيفة، الحاجة مش مبهدلة فيها الكلام ده كله. بصوا هنا بوريكم الأكر الجديدة والأكر القديمة مختلفة، بس عايزة أقول لكم إن هو القديمة كانت تقيلة، الحاجة دلوقتي ما بقتش زي بتاعة زمان، طبعا بتاعة زمان كانت أحسن وحاجة تقيلة كده في إيدك. يلا الحمد لله رب العالمين. عايزة أقول لكم إن الأكرة يعني حلوة جدا وبتنفع وبتحافظ على الخشب على ضلف المطبخ، وخصوصا لو خشب يعني احسن ما انتي اما انا كل ما هاجي افتح الدرج همسك في الخشب، ايدي بقى مبلولة، ايدي فيها حاجة اكل مش عارفة ايه همسك في الخشب. لكن لما بركب الاكرة، الاكرة هي اللي بيتقفل وبيتفتح منها وتنظيفها سهل، مش زي لما الخشب او الضلف والاساس بتاع المطبخ يبوظ منك او يدهن وكده، فبصراحة هيبقى صعب. لكن دي بتحافظ عليها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الادراج شكلهم متغير خالص، يعني حاجة بسيطة حتة أكرة صغننة قد كده غيرت من شكل الدرج والله العظيم وخليته نور. يعني الحاجة الجديدة حلوة والله يا بنات. بص بقى، قلت يلا خلاص على كده ننزل بقى كل اللي في الضلف هنزله. عايزة اقول لكم والله طلعت كمية حاجات انا مش عارفة كانت فين يعني. وانتوا معايا اغلبية الوقت في روتينات المطبخ بتشوفوا المطبخ حلو زي الفل، وانا ذات نفسي اللي في المطبخ شايفة ان الحاجة مفيش كركبة. بس عايزة اقولك اديني عملت اهو، وعايزة اقولك انك لو رحت تعملي الحاجة وتقلبيها تاني هتطلع معاكي حاجات، يعني مش عارفة طلعت كمية. وجرايد كان عندي درجين اللي في الاخر دولت مش بقدر افتحهم، كانوا ترسين جامد. بس المرة دي قررت وقلت لا والله لازم انا افتح الادراج دول باي طريقة. المهم يعني فضلت اشد فيهم لحد ما طلعتهم، لقيت وراهم جرايد واكياس متطبقة، وهتشوفوا معايا كل ده دلوقتي. بص انا بقيت انضف ضلفة، برش من اللي هو الخل والمية دي وانضف الضلفة وادخل الحلل بتاعتها فيها او الصواني. كل ضلفة اول ضلفة دي حطيت فيها الحلل اللي هي انا بحتاجها على طول وبطبخ فيها والكلام ده كله، بخلي الحاجة اللي انا عايزاها وبستعملها قريبة من ايدي. وكل ما نبعد كل ما هو الحاجات اللي هي مش بنستعملها يعني كتير وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتي معايا لحد الاكرة اللي بتركب دي حطي لي لايك، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي فيها فضلا وليس امرا. بصوا بقى زي ما قلت لكم لمعت الضلفه من بره ومن جوه ودخلت الحلل فيها اللي انا هستعملهم. بصوا كنت هغسل المواعين يعني بصراحه كنت ناويه والله، كنت حاطه جنب حته سلك كبيره كده اللي هو عشان المواعين كتيره خالص. قلت ايه خلاص هغسلهم وهلمعهم وخليهم زي الفل. بس بصراحة لقيت الحلل بتاعت الحمد لله زي الفل يعني نظيفة، ان انا بلمع الحاجة اول باول، فوالله العظيم لو بصفيها اهم حاجة برضو ان انا بصفيها، فلقيتها ايه الحمد لله نظيفة ومش محتاجة.
والله كنت حاطة يعني في نيتي إن أنا أنضفهم وأغسلهم تاني، بس لقيت الحاجة بصراحة نضيفة وحلوة فقُلت خلاص هاستغل الوقت في حاجة تانية. بُصّوا ما شاء الله هنا خلّصت رَص المطبخ، بُصّوا الحاجات القريبة ضالفة فيها الصواني وضالفة فيها الحاجات الفخار، وبُصّوا والبلاستيكات في مواعين تانية مغسولة يعني اللي باستخدمها وكده اللي هي الحلل السلس اللي دايمًا تشوفوها معايا، لسه دي بتتصفى والكلام ده كله هابقى أرصها بعد كده. وهنا بصوا عايزة اقول لكم بصوا وهي الجرايد اللي انا بقول لكم عليها شايفين، يعني بصوا الراجل ده اول واحد عمل كتاب اللي هو عن تربية الطيور والكلام ده، بس الكتابة مش ظاهرة معايا اهو، تصدق او لا تصدق يعني. فين ايام الجرايد، انا كنت احب الجرايد جدا جدا، لكن دلوقتي فين بقى؟ دلوقتي هو تصحي تمسكي التليفون دقيقة واحدة وبعد كده ترميه وتشوفي بقى اللي وراك، تلفي تلفي تلفي. يعني عن نفسي بفضل اليوم كله شغل والله العظيم يعني مش بافضى بالليل غير يعني شوية، هو باحاول إن أنا يعني أشوف الدنيا وكده، لكن زمان كانت الناس تصحى وبوس المسدس ده، يعني تزال الأنثى مهما كبرت تحب اللعب والحاجات دي. أنا عن نفسي باحب الحاجات دي، يعني بُصّوا هو مكسور بس ما هانش عليَّ بصراحة، لمّا لقيته بينوّر ما هانش عليَّ إن أنا أرميه، فقُلت خلاص تعالَ خليك أنت هالعب بيك شوية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا هلم بقى الحاجات دي كلها، عايزه اقول لكم ان شويه الجرايد دولت ما كانش هين عليا والله ان انا، بس زي ما انتم شايفين ادموا وصفروا ويعني قدام ده. عارفين الجرايد دي يعني اللي انا كنت بقرا لكم فيه دوت له 10 سنين، 10 سنين مش عارفة كان داخل اهو الدرجين اللي قدامكم دولت اللي من تحت خالص ترسين وواقعين من جواهم، من جوه من وراهم، يعني مش من جوا هم لا من وراهم. طلعتهم يعني والله اتصدمت، قلت ده يعني زمن، يعني شوفي مهما تقلبي الحاجة ومهما تنضفي فيها تلاقي حاجة برضو مغفلاكي. وبصوا طلعت كيسين، تلات اكياس جرايد بقى على اكياس على حاجات غطيان، الغطيان اللي مثلا مش عايزاها رميتها وكده. وبصوا هنا بقى بدأ اللي هو ايه هظبط الادراج، درج هحط فيه اللي هما اللي بتوع التوابل. بصوا هنا ديتي اللهم صل على النبي، دي بذور الشيا، لا دي الكتان، بذور الكتان، بذور الشيا اللي هي لونها اسود دي وفيها نقطة بيضة. بصوا الحمد لله رب العالمين، خلاص على كده رصيت حاجتي. بصوا هنا دي حطيت فيها الورق اللورو، وهنا حطيت البهارات كلها. اتندمت ان انا ما جبت شوية من علب البهارات، حلوة وعملية. بصوا هنا اذكار الصباح والمساء. هنا عند الريموت دوت ما رميتهوشي، هاخد منه ساعات اوقات العيال بيبوظوا الزراير بيخلعوا زرار، بجيب الريموت القديم دوت واخد منه زرار احطه في اللي انا بحول، بيبقى حلو يعني بنمشي حالنا بالموجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنا دهيت اللي هي بتاعت النسكافيه والكلام ده كله، حطيت فيها اللي هم عندي الكركديه، حطيت فيها شويه كركديه. وهنا برضو الدرج دوت رجعت فيه برضو الحاجات اللي هي بتاعته المخصصة، فلفل اسود بقى، شوية عدس، الكلام ده كله. ورصيت كل درج رصيت فيه الحاجات بتاعته، بس الحاجة راقت وبقت حلوة، دولت الاكياس مهنش عليا ارميهم طبعا. وهنا برضو درج فيه المعالق البلاستيك، والشال دوت اللي انا بعمل فيه لو جبنة لو هغطي بيه حاجة بتاع المطبخ يعني. وخلاص على كده خلصت، اللهم لك الحمد والشكر. وبعد ما خلصنا نشرب كوباية المية ونقول السلام عليكم.